وهم بيفتشوا لقوا كرتونة فيها لحم متقطع. الضباط سألوها عن اللحم ده فهي قالت: الحكاية اللي معانا جريمة مرعبة حصلت لبنت صغيرة عندها 9 سنوات. البنت دي اسمها ريتاج قيس البديري من محافظة بابل في دولة العراق. في يوم الثلاث 12/9 من سنة 2023 الساعة تقريبا كانت 2 الظهر، الكهرباء قطعت عن المنطقة، فطلعت ريتاج من بيت والدها علشان تروح تجيب تلج من بيت جدها. وبيت جدها كان قريب من بيت والدها، تقريبا المسافة ما بين البيتين مسافة 4 أو 5 بيوت. وصلت ريتاج عند بيت جدها وقعدت معاهم شوية، واخدت التلج وخرجت علشان ترجع بيت والدها، بس للأسف ريتاج ما رجعتش. ريتاج كانت بنوتة جميلة وذكية ومحبوبة من كل العيلة. بعد شوية والدها حس انها اتأخرت، فسأل عليها كل اللي كانوا موجودين في البيت، قالوا له انها لسه ما رجعتش من بيت جدها، فبعت اخوها لبيت جدها علشان يسأل عليها ويعرف سبب تأخيرها. بس لما وصل اخوها عند بيت جدها وسأل عليها قالوا له انها مش موجودة. هي جت بالفعل واخدت التلج ورجعت على بيتهم. ابتدوا اهلها يحسوا بالخوف والرعب على ريتاج، فضلوا يدوروا عليها في كل مكان، بس للأسف ما لقوهاش في اي مكان. فضلوا يدوروا عليها لحد اما دخل عليهم الليل، والساعة تقريبا بقت 8 بالليل، فاهلها راحوا على قسم الشرطة علشان يقدموا بلاغ عن اختفائها. الجيران واهالي المنطقة فضلوا يدوروا عليها مع اهلها، وفضلوا ينزلوا منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي بصورتها ويسألوا عليها لو كان حد شافها في اي مكان. وبعد مرور 24 ساعة على اختفائها تم اعتبار حالة اختفائها حالة خطف. طبعا الشرطة هناك ابتدوا يتعاملوا مع الحالة على اعتبار انها حالة خطف وليس حالة تغيب، وبناء عليه تم استخراج امر قضائي من المحكمة بتفتيش كل البيوت اللي كانت مجاورة لبيت ريتاج وبيت جدها، وكان من ضمن فريق التفتيش بعض السيدات علشان يفتشوا البيوت اللي كان فيها سيدات فقط، وقرايب الطفلة واهلها كانوا بيفتشوا معاهم في كل البيوت. وسط الناس اللي كانوا بيدوروا معاهم كان في واحدة من الجيران وضعها كان مريب، كانت قاعدة مع العيلة وهم بيدوروا على بنتهم، وفضلت تدور معاهم لمدة 2 ساعات. كانت بتظهر عليها علامات توتر وخوف شديد، وإنها كانت كده مش على بعضها. واحدة من عمات الطفلة ريتاج واسمها السيدة ضمير البديري قالت لأختها إنها شاكة في الجارة دي، وقلبها مش مطمن من ناحيتها خالص. أختها قالت لها دي ست غلبانة وفي حالها، حرام عليكي تظلميها. فطنشوها وفضلوا يدوروا على ريتاج. الوقت ابتدى يعدي وقوات الشرطة كثفت جهود البحث، وفضلوا يدوروا على الطفلة ريتاج في كل مكان. في نفس الليلة اللي كانوا بيدوروا فيها على الطفلة طلعت ريحة حريق غريبة في المنطقة، حتى الجيران اتضايقوا جدا من ريحة الدخان دي لأنها كانت قوية جدا، والريحة انتشرت في كل المنطقة، وكان الدخان والريحة دول طالعين من بيت الجارة اللي كانت عمتها شاكة فيها. بس طبعا هم كانوا في حالة صعبة جدا ومفيش حد كان عنده وقت يركز مع الدخان ولا مع الريحة. الشرطة طوقوا المنطقة، وقرايب الطفلة جم من كل مكان عند بيت والدها علشان يدوروا معاهم ويساعدوهم، بس قوات الشرطة قفلت المنطقة والكل كان ممنوع انه يخرج منها لان الكل كان مشتبه بيه. احد الضباط امر بتشديد الحراسة على بيت الجارة اللي كان بيطلع من بيتها الدخان، واللي كان اسمها ام سجاد. السيدة ضمير البديري عمة ريتاج قالت في مقابلة تلفزيونية إن أم سجاد جات لهم البيت أكتر من مرة بتعرض عليهم إنها تديهم مفتاح البيت. كانت بتقول لهم اتفضلوا المفتاح بتاع البيت لو حبيتوا إنكم تفتحوه وتقعدوا فيه الضيوف والأقارب اللي بيجولكم من المدن التانية. بس أهل ريتاج كانوا بيقولوا لها لا شكرا، إحنا بيوتنا هنا كتير ومش محتاجين مفتاح بيتك. بس هي كانت بتصر على إنها تديهم المفتاح، وكانت بتقول لهم إنها تسيب البيت خالص وبتروح عند حد من قرايبها في احد المدن. الضابط راح على بيت ام سجاد وخبط على الباب، بس اللي رد عليه ابنها، رد من ورا الباب وقال للضابط ان امي مش موجودة في البيت وانا مش هقدر افتح الباب لاي حد طالما امي مش موجودة. فقال له اتصل عليها وخليها ترجع البيت فورا، احنا عاوزين نفتش البيت. فاتصل الولد على امه وجت بسرعة على البيت، بس ام سجاد اول ما عرفت ان الشرطة عاوزين يفتشوا البيت اترعبت ورفضت دخولهم لبيتها، بس ضباط الشرطة دخلوا البيت غصب عنها. فضلوا الضباط يفتشوا في البيت وكان وضع البيت مريب، وهم بيفتشوا لقوا كرتونة فيها لحم متقطع.
الضباط سألوها عن اللحم ده فهي قالت ان ده لحم خروف. فالضباط لقوا في البيت كمان حاجات محروقة، فالشرطة احتقلت ام سجاد واخدوا اللحم ده علشان يعرفوا هو لحم ايه بالظبط. الضباط اخدوها على الاسم وفضلوا يحققوا معاها ولما سألوا الجيران عنها وعن لو في حد لاحظ عليها اي تصرف غريب، واحد من الجيران قال ان السيدة ام سجاد الليلة اللي فاتت كانت مش على بعضها، كانت كل شوية تطلع من بيتها وبترمي حاجة في مقلب الزبالة. طول الليل تطلع من بيتها معاها كيس ترميه في الزبالة وترجع على بيتها بسرعة. فقوات الأمن راحوا على مكان مقلب الزبالة وفضلوا يفتشوا في المكان كويس، والصدمة هنا إنهم لقوا كيس فيه شعر وفك بشري صغير، والفحوصات المبدئية دلت على إن الشعر والفك ده للطفلة ريتاج. الدنيا اتقلبت وأهل ريتاج والجيران كانوا في حالة ذهول. أم سجاد اعترفت إنها قتلت ريتاج، ولما سألوها عن السبب اللي خلاها تعمل كده قالت إنها فعلا ندهت على الطفلة علشان تديها هدية النجاح بتاعتها، بس أما دخلت البيت عندها قعدت تلعب وطلعت على السلم، وهي نازلة من على السلم وقعت على راسها فاتخبطت خبطة شديدة وتوفت. فأم سجاد بتقول إن أنا خفت من أهل ريتاج إنهم ما يصدقوش إنها وقعت من على السلم لوحدها، فقررت إني أتخلص من الجثة. فجابت خشب وولعت في الجثة بتاعت ريتاج، وبعدها جابت شاكوش وفضلت تكسر في راس الطفلة وفي جسمها علشان تقدر إنها تتخلص من الجثة. طبعا القضية لسه شغالة والتحقيقات لسه ما خلصتش، واهل ريتاج بيقولوا ان مفيش بينهم وبين السيدة دي اي خلافات او مشاكل، ده بالعكس اهل ريتاج كانوا بيساعدوا السيدة دي وبيعطفوا عليها لانها كانت سيدة فقيرة. بعض الناس بيقولوا ان ام سجاد قتلت ريتاج علشان تنتقم منها، لان من كام شهر ام سجاد كان عندها بنت عمرها 4 شهور. يوم ريتاج كانت شايلة البنت دي فالبنت وقعت من ايدها على الارض، راس البنت اتخبط في حجر وبعدها البنت تعبت وتوفت. والظاهر كده ان ام سجاد حملت ريتاج مسؤولية موت بنتها ورفضت انها تعتبر ان الحادثة دي قضاء وقدر، وقررت انها هتنتقم منها وهتموتها زي ما هي تسببت في موت بنتها. وناس تاني بيقولوا اسباب تانية غير السبب ده، وطبعا دي كلها مجرد تخمينات من الناس. يعني اكيد السيدة دي عندها سبب قوي هو اللي دفعها لتنفيذ الجريمة بالبشاعة دي. التحقيقات لسه شغالة والقضية لسه ما خلصتش، ومفيش اي تصريح رسمي طلع يوضح السبب الحقيقي اللي دفعها انها تقتل طفلة صغيرة بالبشاعة دي. وبإذن الله العدالة هتاخد مجراها وهيتحكم عليها بأقصى العقوبة، وحق ريتاج هيرجع ومش هيضيع. لحد هنا وخلصت حكايتنا، بس لسه معانا حكايات تانية كتير. لو حبيتوا تعرفوها معانا ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.